بصراحة ما حدث الليلة في كأس العالم يستحق التوقف عنده طويلا. المنتخب المغربي لم يهزم منتخبا عاديا، بل أقصى هولندا أحد أبرز المرشحين بعد مباراة أظهر فيها شخصية كبيرة وانضباطا تكتيكيا وروحا قتالية حتى ركلات الترجيح. هذا هو الفارق الذي يصنعه العمل والاستقرار. وفي المقابل لا بد أن نراجع أنفسنا في الجزائر وكذلك في تونس بعد الخروج المبكر. كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، بل بما تقدمه فوق أرضية الميدان. المغرب اليوم رفع سقف الطموحات وأثبت أنه أصبح رقما صعبا في كرة القدم العالمية، ومن ينكر ذلك فهو يهرب من الحقيقة. محور الدفاع. شوف، اولا نهنيو المنتخب المغربي والشعب المغربي. المنتخب المغربي عرف كيفاش يحافظ على النتيجه. كانت مقابله تكتيكيه ما بين المدربين كانها لعبه تاع الشطرنج، رغم ان كل المقابلات كانت قويه للمنتخب المغربي، ولكن المدرب يعرف كيفاش يسير مع هذا المنتخب وهذا اللاعبين. اليوم كما قلت لك عمار كل شيء ممكن، راح يمد كاع واش عنده. مبروك للمنتخب المغربي اللي يعني حقق انجاز تاريخي بالنسبه للتاهل تاعو. هو اللي فاز بالمباراه. نشوفوا التغييرات تاعو كانت فيها نوعا ما من المغامره، ونشوفوا يعني المنتخب المغربي يعني المدرب تاعو ساعد بكثير اللاعبين تاعو. هذا هو دور المدرب. نشوفوا هنا المدرب يعني دار ثوره في هذا المنتخب المغربي. مبروك على المنتخب المغربي، مبروك على المدرب. لكن التحمل تاع هذه المسؤوليه الكبيره اللي كانت في عاتقه كانت بنجاح، ونقدر ما حقرش روحه. ونشوفوا هذا دليل على ان هذا المدرب جاء من العدم كي نجيو نتكلموا يعني، وراه دوك يحقق في انجازات من احسن المدربين في العالم. صراحه منتخب يعمل الكيف، منتخب صراحه يخلينا نفتخروا بكورتنا العربيه. منتخب واضح مخدوم عليه، ناس تخدم على رواحها، ناس تحضر، ناس تبرمج، ناس تكتك، ناس تجيب الكفاءات، ناس تحضر البنيه التحتيه، تحضر كل شيء باش يجنيوا ثمار العمل نتاعهم. اللي يتصور انه كل هذه النتائج للمنتخبات المغربيه بالحظ عايش في عالم اخر. راهو الحظ يجيك مره ضربه، اما هذا من 22. راهو المغرب ديمي فينال كوب دي موند، المغرب بطل افريقيا، المغرب ميداليه برونزيه في الاولمبياد، المغرب بطل افريقيا تحت 23، المغرب بطل العالم تحت 20، المغرب بطل الشان، المغرب يظهر لي بطل افريقيا في الكره النسائيه. المغرب 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 المغرب. والله كان هذايا كل الحظ ينعطونا وين نمشيو حتى جينا ولا الحظ هذا وين. ويا صح عليهم، برافو، صح عليهم. ناس تخدم على ارواحها. ما تقوليش والله كان جات بلاد في الخليج ونقول احنا ديما شنو لغتنا احنا عندهم الفلوس واحنا ما عندناش. هذه بلاد تابعه المغرب العربي، شمال افريقيا، جيراننا هنا ما ظهرليش عندهم الامكانيات الكبيره اكثر من اللي عندنا احنا. اما ناس حطت كل شيء في كرة القدم. الناس عرفت اللي أكبر سفير ممكن لأي بلد في العالم هي كرة القدم. الناس عرفت اللي راهو استراتيجية كرة القدم راهي توصلها لبعيد برشا، خير من الببليسيتي والوزراء والسفراء واللي تحب انت اللي تبعثهم ما يعطيوكش 10% من الاسم اللي تربحوا بلادك بكرة القدم. دونك